سؤال مهم جالي بيقول: أنا مش فاهمة أنت لما تعلمي الناس طريقة عمل معالجات الشعر وتعرفيهم أسرار مهنتنا، أنت كده بقيت شاطرة؟ مبدئيا السؤال ده من كوافيرة، مع كامل احترامي لكل مهنة، وحضرتك أكيد بتقصدي فيديو تعليم فرد الشعر من المنزل اللي ناس كتير شافته واستفادت منه. أنا بقول وهفضل أقول إن العميل لو بقى فاهم، في ناس كتير جدا في مجالنا هيقعدوا في البيت ومش هيشتغلوا. وعايزه اقول لك حاجه مهمه جدا، ان لا انا ولا غيري هنقدر نقطع رزق حد لو بقى العميل فاهم، لان العميل من حقه عليكي ان هو يفهم انت بتستخدمي ايه على شعره. احنا هنا شركه الوكيل كوزماتكس كل يوم يوميا بنشوف مهازل وبنشوف شعر بيكون فعلا متدمر، وده بسبب المنتجات اللي موجوده في السوق مجهوله المصدر، وبسبب الكوافيرات اللي بيضيفوا وبيخلطوا مواد رخيصه مع مواد غاليه علشان بيدوروا على الربح بس. وعايزه اقول لك انت وهي لو فاكره ان دي تجاره، تمام، دي تجاره خسرانه، لان انت ما تعرفيش قد ايه العميله دي وثقت فيكي، وقد ايه العميله دي تعبت لغايه لما جمعت ثمن الجلسه علشان تيجي لحضرتك وتعالج وتفرد شعرها، ونتيجه بتكون لا فرد ولا علاج، النتيجه بتكون دمار لشعر. وعايزه اقول لحضرتك حاجه مهمه، لو حضرتك مش عاجبك المحتوى اللي انا بقدمه لعملائي اللي هم بيستفيدوا منه، تمام، ما تتفرجيش عليه وما تتابعينيش، وبجد ناس غريبه جدا.